ليلى، إذا ما أردنا أن نتحدث عن الجانب الميداني يمكن نقل ما قاله قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي، الذي تحدث قبل قليل في تجمع أو في اجتماع للواء ذو الفقار، وهو اللواء أو مقر ذو الفقار، وهو المقر العسكري تابع للجيش الإيراني المسؤول عن إدارة العمليات العسكرية. كان الحديث بالتأكيد، وهذا يظهر أن الجانب الإيراني يجهز لهذه المسألة، هو الحديث عن الإنزال البري أو محاولة السيطرة على الجزر. اجتماع على هذا المستوى من قيادة الجيش، جميع قادة الجيوش التابعين للجيش الإيراني، سواء منها القوات البرية، البحرية، الجوية، قوات الدفاع الجوي، وقيادة الألوية العسكرية كانوا في هذا الاجتماع. أولا، ظهور هذه الصورة وفي هذا التوقيت بالذات يعطي على أن الإيراني على المستوى العسكري تجاوز حاجز الخوف من الاستهدافات ليظهر بهذا الشكل على مستوى اجتماع للقادة العسكريين. النقطة الثانية، الرسالة التي تم توجيهها من هذا الاجتماع كان التركيز والتأكيد ليلى على مسألة الإنزال البري. يقول الجيش بأنه يرصد تحركات من يصفهم أو من تصفهم طهران بالأعداء، بالتحديد هنا يرصد بحسب الجيش الإيراني يرصد تحرك القوات الأمريكية ومحاولة أي عمل عسكري بري باتجاه الجزر أو باتجاه الأراضي الإيرانية. يقول بأنه على استعداد لهذه المواجهة. ليلى، إذا ما أردنا أن ندخل في مسألة الجانب اللوجستي للجيش الإيراني بالتحديد وليس القوات المسلحة، نتحدث عن قوات تتألف من 350 ألف عنصر يتبعون للقوات البرية. يمكن القول على الأقل بحسب ما ينقل الجيش وبحسب ما ينقل العسكريون الإيرانيون بأن هذه القوات متمرسة على قضية العمل العسكري. أكثر من ذلك ليلى، وهو ما وصل لدينا من معلومات في قضية الانتشار والقوات المنتشرة، نشير هنا على أن أهم قوات تابعة للجيش الإيراني على مستوى قوة التدخل السريع والتصدي تعتبر بقوات نهد، وهي من القوات التدخل السريع التابعة للجيش. بحسب ما لدينا من معلومات يبدو أنها انتشرت بهذه المناطق ومستعدة لمواجهة التدخل البري، بالإضافة كذلك إلى تنسيق ما بين الجيش الإيراني وقوات الحرس الثوري الإيراني. وبالتحديد كذلك ليلى، وهنا من باب المعلومة كذلك، على أن قوات التدخل السريع والقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري والمعروفة هنا بقوات الصابرين كذلك، يبدو نعم. أنها تنسق مع قوات الخاصة والتدخل السريع التابعة للجيش نهد وتحاول إعادة عملية الانتشار بالمناطق. إذن يقول الجيش، تقول القوات المسلحة بأنها مستعدة للقوات البرية للعمل البري ومواجهة أي إنزال. النقطة الأهم ليلى وهو الرد الذي جاء من طهران لما جاء من الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد من الرئيس الأمريكي على أنه تم استنزاف جميع القدرات الدفاعية